خلصت الجولة التانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022. كانت أحسن بصراحة من الجولة الأولى، كانت فيها مفاجآت، كانت فيها ماتش في فرق منتخبات عملت أحسن من المتوقع. احنا كنا اتكلمنا على الكلام ده في الجولة الأولى، الناس اللي عملت البوم والناس اللي عملت نتائج أحسن من المتوقع. الحلقة موجودة في اللينك في الديسكريبشن عشان ما تضيعش وقتك فيها. الجولة التانية كان الوضع كان أحسن، كمان في منتخبات عملت مفاجآت كبيرة. منتخبات زي إيران فوزها على ويلز، كوستاريكا فوزها على اليابان، استراليا فوزها على تونس. عندنا كمان غانا النهارده وفوزها على كوريا الجنوبية، وعندنا طبعا مفاجأة لأسعاد الكل، فوز المغرب، بمعنى أو مش فوز المغرب، هي المغرب لما لعبت عريس وعروسة مع منتخب بلجيكا. وهنا طالما اتكلمنا عن المغرب نتكلم عن انها، انا شايفها انها احد منتخب من منتخبين حصان سود في دور المجموعات لحد الجوله الثانيه. منتخب المغرب اتعادل مع وصيف كاس العالم 2018 في الجوله الاولى، كسب المصنف الاول اوروبيا والثاني عالميا في الجوله الثانيه. ان شاء الله عنده ماتش في المتناول قدام كندا في الجوله الثالثه، ممكن يتصدر المجموعه ويبعد خلاص عن سكه اسبانيا. المنتخب التاني في الحصان السود برضه لازم نتكلم عنه، هو منتخب الاكوادور اللي كان جاي من بعيد او ما حدش مرشحه لاي حاجه. منتخب الاكوادور كسب قطر في الافتتاح في خضة سسبنس الافتتاح، تخطاه بكل اريحيه جدا مع قطر صاحبة الارض والجمهور. تعادل مع هولندا وشتان الفرق بين المنتخبين. منتخب قطر لو انا يعني المنتخب قصدي الاكوادور، لو انا برمي بياض لمنتخب ممكن يعمل مفاجأة في الجولة الثالثة، فأنا برمي بياض في الإكوادور إنه ممكن تعمل مفاجأة وتطلع السنغال وتعمل نتيجة إيجابية مع السنغال، وهي تتأهل مع منتخب هولندا لدور ال 16. تمام. وطالما اتكلمنا عن المنتخبات اللي عملت نتائج أحسن من المتوقع، عندنا منتخب الغير امريكا مع انجلترا، منتخب زي امبارح المانيا مع اسبانيا. المانيا مش مرشح لاي حاجه، وتعادلها مع اسبانيا ده حاجه كويسه جدا جدا. النهارده الكاميرون مع سويسرا، رغم ان طبعا الكاميرون تعادلها ده ما ياكلش عيش، بس هي شتان برضو الفرق ما بين الكاميرون وسويسرا، الكاميرون قصدي صربيا. فتعادلها ده اظن يعني ايه كانوا كده عامل اللي عليها وزياده، لان في منتخبين ما حدش كان افريقيين، ما حدش كان متوقع منهم اي حاجه. الكاميرون وغانا ماشيه كويس جدا في مجموعتها، والكاميرون خلاص تقريبا هتودع. في حاجه كده برضو اللي مثلا المفاجآت يعني اللي استفزتني، ان مثلا منتخب اليابان بعد ما بعد ما زرع بذرة العشم مع جماهيره في الجوله الاولى في مفاجاه الفوز على المانيا، حرفيا البذرة طرحت خوازيق في الجولة الثانية وضيع كل اللي عمله بخسارة غريبة قدام كوستاريكا، دخل الألماني تاني للمنافسة. تمام. وغالبا هي برضو عندها وبنسبة كبيرة هي اللي ممكن تعدي كوصيف المجموعة الستة. تمام. مع اسبانيا. بالنسبه للمنتخبات الكبيره فانجلترا، انا كنت اتكلمت عن فرنسا وانجلترا واسبانيا والبرازيل. فرنسا وقعت، اسبانيا وقعت، قصدي انجلترا وقعت، اسبانيا وقعت تعادلات. مكمله فرنسا، مكمله البرازيل، مكمله البرتغال، ولو اني شايف ان منتخب فرنسا اكتر منتخب مقنع فيهم. ان شاء الله الجوله الثالثه هنشوف اللي هيحصل ايه. انا اظن هنتكلم فيها ان شاء الله كده لما تخلص، ونشوف حتى كمان مين احسن منتخب في ال 32، او بقى هيبقى في ال 16 اللي هيتأهلوا، او واحسن لاعب ان شاء الله كده. وبس أنا كده خلصت خلاص. يلا، السلام عليكم.